الشكايا يا رسول السلام. عادت قريش تطفئ النور في عيون الصبايا. أشرف المرسلين أزكى البرايا يا سراجا يضيء ليل الرزايا يا شذا الفجر يا أريج المداني يا ملاذي يا عدتي يا رجايا. أيها المحتفون حبا بطه وزعوا الحب للثكال هدايا وامسحوا دمعة اليتيم وفاء ليتيم نجاه عم البرايا. أشرف الأمة جازت الطاغوت والمستكبرين ذكراه في دمنا والنصر موعدنا والله أكرمنا بالنور المبين. لبيك يا نور الهدى يا منقذ المستضعفين لبيك نحن لك الفداء رغم الطغاة الظالمين. يا إمام الرسل يا مسك الختام قد ملأت الأرض عدلا وسلام. يا رسول الله ما زلنا على الأنصار مددا وتبعتك من الأنوار نفسا من الرحمن كنت ولم يزل متدفقا بالعزم والإصرار. ما زلت تولد في دم الأنصار مددا وتبعثك من الأنوار نفسا من الرحمن كنت ولم يزل متدفقا بالعزم والإصرار. رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله. ما زلت تولد ثم تبعث بيعة تمت وفي يدها يد الجبار وولدت ميمونا وكنت مباركا فاختارك المولى من الأخيار. صرناك يا من صرت قرآنا وفيه خطانا. مرحبا مرحبا ببدر التمام يا ضياء به أضاء دجانا. يا رسول الجهاد لن نتخلى عنك عهدا نخطه بدمانا. نحن أنصارك الأبات سمعنا وأطعنا لبيك لن نتوانى. ومع آل بيتك الغر نمضي أمة في جهادها تتفانى. ومع آل بيتك وهل لمن أفق الغيوب علتنا فجران فجر هدى وفجر حنان. من ذلك الطفل الذي عصم الدماء وحمى الضعيف من القوي الجاني. يا فرحة العلياء هل محمد وعليه سيم المجد كالعنوان.
فجرت في الدرب كالبركان، ومحمد يلقي الأشعة ها هنا. من حالفوا الأطهار لن يتبعثروا، والختم صلوا على المختار يا أنصاره، أدى الحصى وعدادم اليمانيين استنفروا. الله أكبر. الموت لإسرائيل، النهضة اليهود، النصر الإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. اليوم في القيروان بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف من العهد الحفصي، وذكرى المولد تقام هنا وفي عدد في تونس، في عدد من الدول الأخرى، لنستحضر تاريخنا، ولكن لنستشرف تاريخا جديدا لتونس، للقيروان، ولكن لكل تونس، ولنستحضر أيضا القيم الحقيقية للإسلام، القيم النبيلة. لما سئل صلى الله عليه وسلم ما هو الإسلام قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة، ثم استحضار مقاصد الشريعة الإسلامية من الحفاظ على النفس وعلى العرض وعلى المال وعلى الدين وعلى الحرية. وتعلمون بالتأكيد أن من أضاف الحرية كمقصد خامس من مقاصد الشريعة هو الشيخ محمد الخضر حسين في سنة 1910 في محاضرة كان ألقاها بمدينة بنزرت قبل أن ينتقل إلى مصر ويكون بعد ذلك الإمام الأكبر لجامع الأزهر، وهو الإمام من الوحيد من غير المصريين. ثم بعد ذلك بلور الشيخ محمد الطاهر بن عاشور فكرة الحرية في الإسلام كمقصد خامس من مقاصد الشريعة الإسلامية، لأننا سنحاسب في كل خطوة نخطوها أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ، ونترك القضايا الهامشية المتعلقة بالهوية، هذه محسومة بالتاريخ، حسمها التاريخ، ولننظر إلى القضايا الحقيقية.